السلام عليكم. الهلال يتأهل على حساب أهل بنغازي، ولكن بعد شوط أول كارثي كاد يطيح بالهلال من الأبطال. من بداية المباراة كان في جرس إنذار، كرة عالية تتلعب من الحارس. شوف المساحة الكبيرة في النص، رغم إنه الهلال لعب ثلاثة ارتكازات، أنور الدين وأبو عاقلة بيطلعوا مع اللعيبة مان تو مان، والمدافعين ضيوف وايبولا ما بضموا، ففي مساحه كبيره جدا قدام الدفاع. من البدايه كانت جرس انذار من بدايه المباراه. يعني الكره من الحارس دي اسهل حاجه للفريق المدافع، انت المفروض تقيف صح كره عند الحارس، لكن الحارس بيلعب كره طويله، المهاجم ضيوف بعيد جدا لانه هو بطيء ما بيحب يلتحم. مع انه هو قوي بدنيا كان ممكن يشيلها لكن بيجيف بيتاخر، وفي النهايه بينطح الكره في الارض. ودي ما اول مره، وكان ممكن يكون انفراد ايبولا بينقذ الموقف. ضيوف مستوى متراجع جدا لاربع مباريات على التوالي. الهلال بيلعب الركنيات بالارض، بيدور الكرة عشان يفتح لخادم، ودي حاجه مقبوله جدا ما في مشكله. لكن ستة لعيبه في منطقه الجزاء، واثنين لعبوا الكورنر واثنين برا. يعني شوف لاعب الاهلي ده منفرد من وين؟ كانه الهلال مغلوب 3-0 في اخر دقيقه ومحتاج انه يتعادل بكل شيء، مع انه الدقيقه 11 والهلال غالب في ليبيا. يعني محتاجين اللعيبه يكون في وعي تكتيكي اكثر من كده. يعني باص واحد اول ما تتقطع الكره 3-2 وانفراد للفريق الليبي، انت ما محتاج تعمل كده، انت غالب في ليبيا وجاي مرتاح ولاعب وسط جماهيرك. يعني الحاجات دي اللي بتفرق لعيبتنا من لعيبه شمال افريقيا، من لعيبه مصر اهلي. ففرصه ضاعت، وده كان جرس انذار بالنسبه لي. الهلال بعد بدقيقه خلاص الاهلي بنغازي عارفين هم المفروض يعملوا شنو، يقطع الكره، يرفع راسه يشوف جومانو وين، ويلعب الكره في ظهر الدفاع. ضيوف متقدم كالعاده من المهاجم وهو بطيء، وجون مانو بيمشي وبيضع الكره، وخطا من الحارس. لعب مباراه جميله جون مانو مع اهلي بنغازي. بعدك تعال شوف الكرة بتتلعب برا، شوف المسافة بين محمد عبد الرحمن لآخر مدافع أكثر من 50 ياردة. ما في فريق بيدافع بالطريقة دي بخطوط متباعدة زي دي، فصعب جدا أنت تقدر تمسك المساحة دي كلها بسهولة. بيلعبوا حولك باصات ولا كأنك موجود. يعني فدي مشكلة، لازم الفريق يتحرك ككتلة واحدة، 20 ياردة 25 ياردة. يعني دي الكرة الحديثة في كل العالم، كرة عالية بتتلعب. شوف المسافة برضو بين محمد وبين مندي، وشوف الفراغ في الوسط. اكيد الكرة الثانية هتقع للاعب ليبي لانه انت اصلا ما عندك لاعب في النص، وهيمسكوها ويحركوها. فدي يعني هي دي مشاكل تكتيكية اكتر عاملة المشكلة دي كلها في الفريق في الشوط الاول. وكان ممكن الاهلي بنغازي يحسم المباراة تماما بهدفين او ثلاثة من الشوط الاول. طيب تعال نشوف اخر الشوط الاول. الهلال بدا يصحى لما الخطوط اتقاربت. اول ما بقت المساحه 20 25 يارده من محمد عبد الرحمن لحد مندي، خلاص اهلي بنغازي ما يعرفوا يعملوا شنو. بسهوله الكره بتتلعب، الهلال بيقطعها، محمد بيمر وبيمرر. وده كانت الطريقه الطبيعيه انه الهلال يبدا بها المباراه، ولا يضع نفسه في ضغط كبير جدا زي ده في الشوط الاول، وكان ممكن يفقد النتيجه. يعني ده اللي بيغير شكل الفريق، لاعب كويس ولا لاعب كعب بالتكتيك. انت هتلعب في مساحه قدر شنو. طيب الهلال اتعادل بهدف جميل من والدين. الفريق هيتقارب، لا شوف خلاص، اول ما جابوا الهدف الهلال نسوا اي حاجه، رجعوا كانه اول مباراه. خطوط متباعده جدا، اثنين من الفريق الليبي جارين، اثنين في النص، مساحات قدام الدفاع. كان بسهوله جدا ممكن يسجل اهلي بنغازي الهدف الثاني ويخرج الهلال من دور التمهيدي من كاس الابطال. فدي مشكله برضو، انت في نهايه المباراه اقتل الزمن، امسك الكوره. شوف هنا طلع الكوره على الجناح، لا باص خاطئ، الكوره بتتقطع من الدفاع في ثلاثه لعيبه برا. مساحات، شوف بيستلم المهاجم متاخر مندي، الجناح فاضي. يعني دي كلها حياه في الدقيقه 95 لا تصدق، يعني من فريق كبير زي الهلال وعاوز ينافس وعاوز يوصل المجموعات. وبعد المجموعات طيب الكره رجعوها اوكي، الفريق كله حيرجع، لا في ثلاثه ولا اربعه لعيبه قدام ما دارين يرجعوا. هنا وانتوهات قدام الدفاع، الكره بتمشي للجناح، شوف ثلاثه لعيبه حيكونوا موجودين على القائم البعيد. يعني بسهوله اللاعب ده لو خلاه للاعب اللي وراه جون في الدقيقه 95 والهلال طلع من الابطال.